هاد القصة اللي غنعاود لكم اليوم هي القصة اللي دوخات البوليس، دوخات الشرطة، ودوخات كل المصالح الأمنية لسنوات عديدة. واحد الشاب دخل الفندق مهجور، بغا يصور فيديو اليوتيوب عادي كباقي الشباب اللي كيعجبهم يكتشفوا شي حاجة، لكن الكارثة هي أنه ما عاودش خرج. هاد القصة هادي اللي تنقول لكم هي حقيقية، وخلات بزاف ديال الناس خايفين ومرعوبين في السوشيال ميديا. شاب عنده قناة في اليوتيوب ومعروف بالمغامرات ديالو بالاماكن المهجوره وكذلك الاماكن الخطيره اللي ما كيقدر يوصل لهم حتى شي واحد. واحد المره جاه الفضول انه يدخل لواحد الفندق قديم ومسدود من سنوات باش يصور فيديو جديد، لكن المشكل هو انه ما خرجش من تما ابدا. وبعد 3 ايام من الاختفاء ديالو كثرت الهضره حتى وصلت للشرطه. جاو البوليس، دخلوا للفندق، لقاو حاجه اللي خلعت كلشي. القضيه تحولت للغز اللي حير الجميع. هاد الشاب كان سميتو رضا، عنده تقريبا 29 سنه، كان كيدير محتوى ديال الاستكشاف وديال المغامرات، يعني التحديات واي حاجه اللي تيشوفوها الناس صعيبه هو كان تيبغي يديرها. في واحد اليوم من الايام سمع على واحد الفندق مهجور خارج المدينه. الناس جا تما للدوار، بقى تيدور وتيقول لهم اودي انا راه باغي ندخل لهاد الفندق هذا. بقاو كيقولوا له الناس لا ما ديرش هادشي حيت راه مسكون. بعض المرات كنسمعوا بزاف ديال الهضره، وكاين اللي كيقول باللي اي واحد كيدخل ليه كيحس بشي حاجه غريبه ماشي تما. المهم كيحس باللحم ديالو كتشوك ولا كتعطيه شي حاجه غير في الدخله مازال ما دخلش. رضا ما عطاش اهميه لهاد الهضره وقال هذه غير هضره خاويه وبنادم ما باغينيش نكتشف شنو كاين لداخل. وقال هذه اشاعه ديال الناس والناس راكم عارفين فيهم كثرة الهضره بلا والو. وبقى كيقول بان هاد الناس كيقولوا غير هاد الهضره لانهم ما قدروش يدخلوا ولا ما بغوش يكتشفوا ولا. هو شدو الفضول انه يدخل. واحد الصباح قرر يدخل، شد الكاميرا ديالو وخبر المتابعين ديالو انه غادي يدخل وغيدير هاد المخاطره، غادي يدير مخاطره استكشاف اخطر استكشاف في حياته، يعني اخطر ما دار. وقرر يدخل بكل ثقه في النفس وما خاف من حتى شي حاجه. بقى في الصباح هكا كيوجد، الناس ما خلاوهش يدخل، بقى تيقول لهم لا غادي ندخل. قرر انه ما يدخلش داك الصباح حتى يطيح الظلام، لان في الظلام وفي الليل غادي يحاول يكتشف شي حوايج اخرين. جا الليل، راكم عارفين الظلمات ما كاين حتى شي حاجه، لا طير يطير ولا كلب يسير ولا حتى شي حاجه ما كاين. بنادم بكثرت الخوف ديالو دخلوا للديور، سدوا عليه، بقى بوحدو الفوق في حدا الفندق. بقى تيشوف داك الفندق تيقول واش ندخل ما ندخلش، واش ندخل ما ندخل، بحال شدو شويه ديال الارتباك. وقال بغى يدخل الباب مهرس والغبره في كل بلاصه والعنكبوت. المهم رضا تعدى هادشي كامل وبدا كيدور بالكاميرا وكيضحك، كيقول واش انا نقدر ندير هادشي. لكن بعد دقائق قليله بدا كيبان عليه التوتر، بدا كيدخلوا الصاد كما تنقولوا، بدا كيحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، حيت سمع الصوت ديال السطامي في الطابق الثاني. هما الناس قالوا له راه ما كاين فيه حتى شي واحد، وكاين اللي قال له راه مسكون وهكاك ما تيقش. ولكن فاش دخل في الباب ووصل لوسط الدار بدا كيسمع الزطامي في الطابق الثاني، يعني في الفوقي. وقف شويه ودخلوا الصال. وشنو قال واقيلا هذا غير شي حيوان ولا الريح. ما بغاش يدخل راسو داك الستريس. هي هذيك قال بغا يكتشف. طلع للدروج وهو طالع غير بشويه وفيه الخلعه والكاميرا كتسجل كلشي. لكن المفاجأة منين وصل للطابق الثاني الصوت حبس فجأة، يعني داك الخطوات اللي كان كيسمع ما بقاش كيسمعهم نهائيا. والممر والفوقي
كامل الطابق الثاني كان خاوي وما فيه حتى شي واحد. رضا بقى كيدور في الغرف كاملين، دار البيوت كاملين، قال خصني نكتشف، حتى وصل لغرفة قديمة وقديمة جدا في آخر الممر. يعني كاين واحد الكولوار في داك الأوطيل الفوق، مشى معاه نيشان وقلب الغرف كاملين حتى وصل للغرفة قديمة في آخر الممر. بابها كان مسدود مزيان. قال نحلو ما نحلوش، فتح الباب ببطء، يعني فتح الباب بشوية ولقى شي حاجة غريبة مكتوبة على الحيط، ما تكملش الطريق. رضا ضحك وقال شنو هادشي، اكيد شي واحد جا لهنا قبلي. ولكن مباشرة بعد هاد اللحظة الكاميرا سجلات صوت قوي جاي من اخر الممر، بحال شي حاجة طاحت بقوة. ريان خرج بسرعة يشوف، رضا خرج بسرعة يشوف، لكن ما كان والو، غير الممر مظلم وصافي. في هاد الليلة رضا نشر ستوري قصيرة على القناة ديالو، كاين شي حاجة غريبة هنا، وإذا ما خرجتيش عرفوا بلي هاد المكان ماشي عادي. ومن بعد هاد الرسالة الهاتف ديالو تسد. العائلة ديالو حاولت تتصل به الأصدقاء لكن بدون جدوى. داز نهار، جوج، ثلاثة، حتى قررت الشرطة تدخل الفندق. البوليس دخلوا الفندق مع فرق البحث، لقاو الكاميرا ديال رضا مرمية في الأرض وكانت مازال خدامة. آخر فيديو فيها كان مرعب بزاف. رضا كان كيجري وسط الممر وكيصرخ كاين شي واحد كيتباني، كاين شي واحد كيتباني. ومن بعد بان ظل اسود في اخر الفيديو، وثواني قليله الفيديو تقطع نهائيا. لكن الصدمه الكبيره ان البوليس قلبوا الفندق كامل وما لقاو حتى اثر لرضا، لا جثه لا اثر دم لا اي دليل، اختفى وكانه تبخر. والنهايه الغامضه، هاد القضيه بقات غامضه لسنوات. كاين اللي كيقول بان رضا دار داكشي باش يشهر القناه ديالو واختفى بارادته، وكاين اللي مؤمن ان الفندق فعلا فيه اسرار مخيفه. لكن الحاجه الوحيده المؤكده هي ان رضا ما تشافش من داك النهار حتى لدابا. وانت واش كتظن رضا اختفى بسبب شي جريمه، ولا فعلا كاين شي شيء مرعب داخل داك الفندق؟ كتب رايك في التعليقات وما تنساش الاشتراك حيت الجاي اغرب. شكرا لكم.